10 مساء بتوقيت الزمالك، الخاسر نظريا لكنه الفائز عمليا من مباراة اليوم. أهلا وسهلا بكل حضراتكم في 90 دقيقة جديدة من زملكاوي. قالوا في الأمثال وجرت الأمور كما خطط لها، بس وقتها كان تهريج. المرة دي بجد تمت المهمة بنجاح. ميشن كومبليتد. خرج الزمالك وانتصر اتحاد الكرة وحكامه ومنظومته التي لا تجيد أبدا صنع مسابقات كورة بجد، مش أي كلام والسلام. النهاردة أنا بقول لك الزمالك ما خسرش. وجهة نظري مكاسب الزمالك من لقاء اليوم أكبر بكتير من خسارته لمباراة احنا عارفين كويس قوي هو خسرها ازاي. لو أنا اللي خسران إيراد فمش حقيقي. ليه؟ الدربكة اللي حصلت دي كلها اوعى تفتكر عزيزي الزملكاوي ان الغرض منها ماتش الكاس. هو ماتش الكاس ده هو بيراضي بيه احدهم اللي بيقول له بص انت راجل وقفت معايا في فيتوريا فما تقلقش كله تمام ويعني هنعمل لك كل حاجه. بس هو مش غرضه ده، هو غرضه ماتش الكونفدراليه او الدوري. العين كانت على كايزر تشيفز او سموحه سيراميكا العيار الثالث او المقام الثالث. فانت ما عدتش او ما وقعتش في اول حاجز ولا تاني حاجز. هو بالنسبه له كان ده المهم. ما انت لو وقعت كمان في اول حاجز او تاني حاجز كده كده هتقع في اللي وراه. لكن انت عديت اول اتنين اللي هم اصعب اتنين واهم اتنين، فبالنسبه له مش ده الاساس. العاقل النهارده اللي بيتكلم بجد يعرف ان بطوله الكاس هي اللي خسرت. مين اللي هيتابعها؟ موظفي شركه سيراميكا كليوباترا. هنيئا لهم، 1000 مليون مبروك. مفيش نادي جماهيري في الكاس. كفايه مسابقات فاشله، كفايه مسابقات فاشله، مسابقات محدش هيتفرج عليها. هنيئا لحضراتكم دور ال16 ودور ال8 والسيمي فاينال والعبل النهائي. شوف مين اللي هيتفرج، شوف مين اللي هيتابع يا باشا. مفيش انديه جماهيريه في البطوله. ما كانش باقي لك غير ورقه التوت الزمالك اللي انت عملت